والله الفيديو ده دي تالت مرة اسجله، والله دي تالت مرة اسجله، وبسبب انه بيطلع فيه كلام، يعني كلام سيء او كلام مغرض، يعني كلام مش عايز ان الواحد يقوله وهو متنرفز في لحظة نرفزة فبمسحه تاني يعني. لكن ملخص الموضوع: الدوري يوجه الى نادي الزمالك بكل المقاييس. تم تعيين حكام مباريات الاهلي ومباريات الزمالك ومباريات بيراميدز، ولحسن الحظ يا حلوياتك يا ارمط، من هو حكم مباراة الزمالك وسموحة؟ فكر كده وقول لي مين، فكر كده وقول لي مين. محمود وفا؟ لا، محمود وفا تبقى واضحة قوي، احنا نجيب حاجة اوضح منها. طب ايه هو اللي اوضح من محمود وفا؟ اوضح من محمود وفا، اوضح من محمود وفا، هو محمد الغازي وعائلة الشناوي. هم دول اوضح ناس، اوضح من محمد وفا نفسه واوضح من محمود وفا. احنا بندور على حد يكون واضح لاظهار السياسة البغيضة، لاظهار توجيه الدوري لنادي الزمالك. الاهلي مش هيفرق معاه، الاهلي معاه كتير، بس الفكرة ان السياسة دي سياسة خاطئة، وفيها تقليل من الدوري المصري وتقليل من قامات الدوري المصري، وخصوصا كابتن هنا بريدة. كابتن هنا بريدة في كندا هذا قامة كبيرة، كابتن هنا بريدة ده قامة كبيرة، لا يجب التقليل منه بالطريقة دي، والناس هتبدأ تهاجم. انا مش بهاجم كابتن هنا بريدة، لكن انا بهاجم تصرفات خاطئة. كابتن هنا بريدة مش موجود في الدولة اصلا، كابتن هنا بريدة في كندا، كابتن هنا بريدة في كندا، تمام. ولكن ما يحدث الان في اتحاد الكوره، وما يحدث الان في اداره ملف الكوره في الاتحاد المصري لكره القدم، اقل ما يقال عليه انه مهزله. يا حبيبي، عايز تدي الدوري لنادي الزمالك بطريقه افضل من كده. محمد الغازي، استعين جمله من كابتن ابو المعاطي لما قال لك ده الراجل عمر جابر واخد بتاع بيراميدز شوبليكس في الملعب وما حسبش حاجه، ما حسبش بيلنتي، والمفروض بيراميدز لن يسكت على ذلك ولا يتهاون مع ذلك. هذا لا يجب التهاون معاه. ولو فريقي، ولو املك الكلمه، بيراميدز لن يلعب هذه المباراه. وفي احتمال على فكره، خد معلومه: بيراميدز من المحتمل ان يقدم شكاوى وان يمتنع عن حضور المباراه القادمه. يلا بقى، خلصت على كده، خلصت. عاجبك يا عم اوسكار؟ انت جايبينك عشان تعدل لنا ولا جايبينك عشان تخرب الدوري؟ والله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني مثلا، يعني احنا مثلا لو قارنا بين اوسكار رويس وكابتن سمير عثمان، مين اللي احسن فيهم؟ وانا بقولش ان كابتن سمير عثمان اهلاوي، يعني كابتن سمير عثمان معروف يعني انتمائه، لكن ده خبره تحكيميه. لكن وفا، يا عم اسكتوا يا عم، خربتوا الدنيا يا عم، خربت الدنيا يا عم اوسكار. يا جماعه شيروا الفيديو ده، لازم الفيديو ده يتشير، معلش، لازم بص، لازم الفيديو ده يتشير بكل الطرق، لان الفيديو ده لو ما اتشيرش الفيديو، وانا الفيديو خلاص انا هبدا اشتغل على الملف ده، وهنشوف ناس تشتغل لنا على الملف ده، وان شاء الله هنجيب لك الموضوع من اول لاخره. شير الفيديو ده يا باشا، علشان خاطر كده هو الموضوع اتكشف، وانا فضيت لكم خلاص. انا هنشتغل عليكم بقى، نشوف ايه المصايب بقى، نطلع لكم المصايب بتاعتكم، ادام احنا عمالين نداري وماشيين الدنيا معاكم، وانتوا بتعملوا فضايح تحكيميه وفضايح تحكيميه وفضايح في تعيين الحكام. ايه يا عم ده؟ طب في ماتش بيراميدز كان موجود محمد الغازي وكان معاه محمد احمد الشناوي، قال لك لا، محمد احمد الشناوي لوحده ما ينفعش، ادي لمحمد علي الشناوي، عشان يبقى عيله الشناوي كلها موجوده، يبقى عيله الشناوي ومحمد الغازي ومحمود وفا يوجهون الدوري لنادي الزمالك. طب السياسه تتغير شويه، غير السياسه، السياسه المفروض تتغير، السياسه المفروض تتغير، السياسه دي اتفضحت خلاص. عايز توجه الدوري وجهه بطريقه احسن من كده. ايه يا جدعان اللي بيحصل في الدوري المصري ده؟ اللي بيحصل في الدوري المصري ده بحق مهزله. وخلي بالك، انا مش هيفرق معايا الدوري خلاص، انا بقول لك انا معايا عندي منه كتير، لكن اللي بيحصل في الدوري المصري، انا لو سبت الدوري المصري 50 سنه ورجعت اجيب زي ما هو، هلاقي نفسي انا الاول برضه، تمام. لكن ما يحدث في الدوري المصري الان، وما يحدث في اداره ملف الكوره والتحكيم خاصه في الدوري المصري، خبير اجنبي، خبير اجنبي، فين الخبير انا مش شايف خبراء اجنبيين يا عم، انا مش شايف خبراء اجنبيين. خبير اجنبي مين ده؟ ما يعرفش حاجه، اقسم بالله. ما تنسوش يا جماعه، تعالوا الفيديو ده، واحنا ان شاء الله نبدا نشتغل على الموضوع ده. خلاص انا اخدت قرار، والله الذي لا اله الا هو، انا الفيديو ده انا مسجله 3 مرات، دي تالت مره، علشان خاطر الكلام اللي الواحد كان عايز يقوله كلام اكتر من كده بكتير، وفضايح اكتر من كده بكتير. انا اتكلمت عن ماتش واحد بتحكيم واحد،
بتحكيم اللي هو كابتن محمد غازي، اللي هو كابتن محمد غازي وعيلة الشناوي. تمام. وعنوان عنوان الفيديو ان شاء الله يكون عائلة الشناوي ومحمد غازي يوجهون الدوري لنادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.